مين؟ 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 يا لهوي! استنى يا عناد، انا مش جاي عاوز مشاكل. امال جاي عايز ايه؟ الشقه وكتبتها لي بمزاجك. انا جاي اشتكي لك حالي، يمكن اصعب عليكي. اللي يصعب عليك يفقرك. وتون عليك عشرتنا الحلوه وليالينا الهنيه. ده انت جاي بقى تضحك عليا بكلمتين. جنبي اتوجع من نومة الارض في الدكان، والرطوبه لحست عظمي، هعجز قبل الاوان. حتى يا راجل، ما انت عجزت من زمان واللي كان. طب انت هتصرفي منين؟ ايه رايك نرجع الميه لمجاريها ونعيش؟ هصرف زي ما كنت بصرف قبل ما اتجوزك يا عينيا، ولا انت فاكرني من النسوان الموكوسه هحط ايدي على خدي واقعد اندب في حظي؟ وايه لازمه الشغل والبهدله؟ ما جوزك موجود يصرف ويدلع. امك في العش ولا طارت يا فرغلي؟ امي اخص عليكي. فرغلي، انا خلاص فهمتك كويس قوي. انت راجل ما بتحبش غير نفسك، عايش لمزاجك وبس، لا بتعرف تدي طيبه ولا حنيه. تصدقي مش هتلاقي حد في الدنيا دي كلها يحبك قدي. كلام. فكك مني يا فرغلي واقصر الشر وانساني، وانسى موضوع الشقه خالص احسن لك، وبلاش مشاكل. يعني ايه؟ انت شغاله لقلق مع مين؟ ها؟ دودو وجعت دماغي. ده بسلامته فرغلي طليقي. امسك من هنا يا امسكك وجع في بطنك ابوك. عيب يا زلطه، ده بيتي. كام بيتك؟ دلوقتي بيت انا. ايه انت كمان كك وجع في بطنك؟ في ايه؟ ايه مش حرام عليكي؟ يبقى انت عندك سقطين واخوك ما عندوش حاجه خالص. خلاص يا اخويا يا حبيبي، اقعد في الحته اللي تريحك. خلاص ما دام انا اخوك حبيبك اكتب لي السقه باسمي. طب وانا هعزها عليك برضه يا زلطه من عناية يا اخويا. يبقى ترجعي سقتك القديمه وتسيبي لي دي. ليه بس؟ ما احنا قاعدين مع بعض اهو. اصلا انا عايز اتجوز. لما تبقى تتجوز يا زلطه يا اخويا يا حبيبي هبقى اسيب لك الشقه دي واروح انا في شقتي القديمه. عارفه لما كنت سقطي كنت اتجوزتك وخدت السقتين. اتفضلوا. قدامكم ساعة تلموا فيها الحاجة عشان لو عدت الساعة 12 هتحسب يوم جديد. لا أقل من كده بإذن الله. ماشي، على إذنكم. اتفضل. شايفة أخوك حمادة عايش فين وسايبنا قاعدين في الزبالة؟ معقولة حمادة عايش هنا؟ ده أنا كل ما بفكر في ال10 وال20 جنيه اللي أمك كانت بتذلنا عليهم وحمادة عايش هنا بحس إني ولا بلاش. بقول لك إيه؟ الحكاية كده شكلها تشابه أسماء زي ما أنت قلت. ما هو بيقول لك جابوا العنوان من الباسبور. لا أنا مش مرتاحة للموضوع ده. ما تيجي نمشي وخلاص. نمشي نروح فين؟ ونسيب ده كله لمين؟ يا عيني على اللبس والشياكة. أول ما فتحت الضرفة ريحة البرفانات هبت. طب إحنا هنجيب لهم دلوقتي منين الفلوس اللي هم عايزينها يا فالح؟ أنا هنزل أبيع الهدوم دي في وكالة البلح، هيجيبوا فلوس كتيرة والباقي ناخده. يا سلام، ودول هيكفوا؟ وإن ما كفوش نبيع البرفانات دي، نبيع الساعات دي، شكلهم يجيبوا فلوس كتير. وانت بقى ان شاء الله هتسيبني هنا رهن وتروح تبيع الحاجات دي؟ لا، اطرهن انا هنا وروح انت الوكاله بيع الحاجات. تعرفي؟ لا انا ما اعرفش اي حاجه في القاهره اصلا. يبقى تطرهن هنا وانا اروح الوكاله بيع الحاجات. طب وماما؟ مالها ماما؟ هنقول لها ايه؟ انت عارف يعني ايه تعرف ان حماده موجود وعايش؟ سيبيها لوقتها، ولما نخرج من هنا ونوصل اسكندريه بالسلامه يحلها الف حلال. ما تخلصي بقى يا موكوسه، ناقص فرخه يا ام موكوسه. طب شهلي يا اختي، هو غدا ولا عشاء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك ايه يا رجب، انا مش عاجباني حكايه اننا ننزل الصينيه العواطف. الناس هتفتكر اننا بنتمحك فيهم، بعدين هما مش اصحاب واجب قوي يعني. بس احنا اصحاب واجب قوي، وما ينفعش الجيران يبقى عندهم مصيبه ونعمل مش واخدين بالنا. يعني هي الصينيه هي اللي هترجع الموجوبيه؟ مشاركه يا وليه، مشاركه. وبعدين انت مش عملتي الصينيه بتلوك كتير ليه؟ الفراخ يا ام، قصدي فراخ يا ام موكوسه. هاي هتنزلي الصينيه انت ولا انزلها انا؟ تنزليها انت ده ايه؟ هي سايبه؟ انت عايزه الناس تاكل وشنا بالكلام؟ ايه ده، انا مش رايحه اعزي؟ لا انا هقوم بدالك بالواجب. ده عزا يا اعتدال مش فرح.
وبعدين كلام الناس مش هو اللي هيمشينا. هو انا ما حدش في البيت ده بيسمع كلامي ابدا؟ ماشي، بكره تقولوا اعتدال قالت. وانت يا موكوسه هتعذب الملون ده؟ هلبس اسود واجيلك حالا. انا مش فاهمه ايه لازمه نزولها بس. البت مشعوفه عن النزول، شكلها كده عايزه تبص على سعيد او على عماد. فكرة كده. ما شفتش جاريتها عايزه تنزل معايا ازاي؟ طب بصي، عينك عليها طول الوقت وتعملوا الواجب وتطلعوا على طول، ما تطولوش.